صباح الخير. لو انت بتعدي بوقت صعب فالفيديو ده عشانك. انا جاي اقول لك ان الالم محدش فينا بيحب انه يكون متألم، محدش فينا بيحب انه يكون موجوع، محدش فينا بيحب انه الدنيا تبقى متشقلبه معاه ومتكركبه عليه. لكن الالم بيعلمنا، الالم بياخدنا في رحله كده غريبه وجديده علينا. روح عند ربنا بتقول له انك متألم او تعبان او موجوع، بياخدك في سكه شفاء عمرك يعني ما بتحسها مهما حاولت انك تتعافى. حاول انك تستغل وقت الألم ده انك تكون بتكبر، انك تكون بتاخد درس. بس ما بعد الألم بيبقى فيه شفاء، ما بعد الألم بيبقى فيه أمل، ما بعد الألم بيبقى فيه راحة. فلو انت بتعدي بوقت صعب ما تستسلمش الوقت الصعب ده، وما تحسش انه كل حاجة انتهت وان دي نهاية القصة ودي نهاية الحكاية. لكن عايزة اقولك في بداية جديدة وفي امل جديد جاي. فما تستعجلش وما تيأس وكل حاجة بتعدي، صدقني مفيش حاجة ما بتعديش. خد ألمك ده وروح بيه عند ربنا، وقتها هو هيشفيك من الألم ده، وساعتها هتبدأ الحكاية الجديدة والبداية الجديدة، وهتكون أحلى بكتير من كل البدايات اللي عدت.